الاغنيه دي خيبت ظني شويه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده اطلع اتكلم معاكم على اغنيه محمد حماقي الجديده من البومه الجديد هو الاساس، اغنيه واكله الجو. لسه نازله كده بقى حبه حلوين، يلا بينا. اغنيه محمد حماقي الجديده اغنيه واكله الجو. الاغنيه من الالبوم هو الاساس، الالبوم الجديد. الاغنيه هي مبدئيا فريق العمل كده على السريع، كلمات تامر حسين وملحن عزيز الشافعي ومن توزيع تميم. شايف ان هي اغنيه غريبه جدا على حماقي، ستايل جديد، لون جديد عليه مختلف. اغنيه هي اغنيه شعبي جدا، اغنيه مقسوم، كلها دلع وكلها غزل. انا شايف ان الاغنيه مبدئيا موضوعها متكرر كتير جدا، انا سمعت زيه قبل كده كتير لحماقي والغير حماقي. شايف ان الموضوع بقى اوفر جدا بصراحه، وشايف ان انا سمعت زيه قبل كده. يا مثبت العقل والدين. بالنسبه للكلمات، شايف ان هي الكلمات كانت ضعيفه شويه من تامر حسين. شايف ان تامر حسين كان محتاج يعني يشتغل على نفسه اكتر في الكلمات. شايف ان الاغنيه ما كانتش مخدوم عليها كويس، ولا كلمات ولا الحان يعني. ما كانتش الافضل بالنسبه لي ان انا سمعت زيها قبل كده في اغنيه. انا مش قادر احدد هي اغنيه ايه. اللي سمع اللحن ده قبل كده في اغنيه يا ريت يقول لي تحت في الكومنتات. انا حاسس ان انا سمعت اللحن ده قبل كده. يعني عزيز الشافعي دايما هو وتامر حسين بقول ان هم بيعملوا جديد، وانا بكون دايما فخور بشغلهم. الاغنيه دي خيبت ظني شويه. شايف ان مش ده الانتظار اللي انا كنت مستنيه من محمد حماقي، مش ده التشويق اللي انا كنت مستنيه لاول اغنيه جديده في البومه. شايف ان الاغنيه دي مش احسن حاجه. شايف ان هي كانت ممكن تنزل سنجل، ممكن نسمعها كده، لكن ما تنزلش في ألبوم رسمي. دي وجهه نظري، ممكن اكون انا غلط، ممكن اكون صح، بس انا على نفسي شايف كده. بالنسبه لي التوزيع من تميم، التوزيع كان رائع، يعني التوزيع كان حلو قوي. التوزيع كان مقسوم جدا، شعبي زي ما احنا متعودين ان الموضوع اصلا كله كده. فالتوزيع كان معمول بطريقه حلوه، وهو عارف يودي الاغنيه في سكه كويسه. كلمات والالحان ما كانوش مخدومين بشكل كبير على الاغنيه بالنسبه لي. حتى الاغنيه قعدت اسمعها لاحظت ان هي اصلا مش لايقه على حماقي، يعني ان اللون عليه مختلف، واللون حلو على حماقي، بس في ناس ممكن تقول لا هو مش حلو، مش قد كده. ساعات الاختلاف ده بيضر وساعات بيفيد. انت مؤدب على فكره. بالنسبه للاغنيه، بالنسبه لي انا شايف ان هي كانت محتاجه شغل اكتر من كده. مش اول اغنيه تبقى في الالبوم، يعني شايف ان الاغنيه دي تتحط في نص الالبوم، ما تتحط اغنيه سنجل عادي وهتعدي، لكن مش تنزل اغنيه رسميه واول اغنيه في الالبوم كمان لحماقي الجديد بعد كام سنه من الالبوم يا فاتني اللي احنا بنستناه. حماقي تقريبا كل 4-3 سنين بيعمل البوم جديد. مش شايف ان دي العوده، مش شايف دي البوم اللي كنت مستنيها. حماقي يشتغل على نفسه اكتر من كده. الاغنيه اللي جايه اكيد هتبقى اغنيه قويه، واكيد في شغل احسن من كده حماقي هيقدمه. انا شايف ان الاغنيه دي يعني حاجه كده بسيطه، احنا لسه يعني بنسمي، لسه انا مش شايف ان في شغل جامد اقدر اقول ان الاغنيه دي بوم او اغنيه هيت لحماقي. شايف ان هي اغنيه عاديه ونزلت واغنيه لطيفه، لكن مش احسن حاجه بالنسبه لي. 2000 years later. بالنسبه للبوستر بتاع الالبوم، شايف ان هو بوستر حلو جدا، وبوستر مختلف. اللبس مع طريقه الشعر مع اللون مع الستايل اللي حماقي عامله الجديد مع النضاره، شايف ان هو كان ستايل حلو، وشايف ان هو ستايل مختلف على حماقي. وفكره ان هو يعمل بوستر البوم بستايل مختلف زي ده، فده يشد الناس اكتر ويخلي الناس ان هي تحب ان هي تشوف الصوره مع الاغنيه اللي بتسمعها. فشايف ان ده بيشد جدا المستمع لما بيجي بيسمع الاغنيه. برده البوستر بيفرق كتير جدا معاه، غير لما برده يعمل اي بوستر كده والسلام. فشايف ان ده بيفرق كتير. A few moments later. انا عن نفسي شايف ان الاغنيه بشكل عام اقوى حاجه فيها كانت التوزيع. شايف ان الكلمات والالحان ما كانوش افضل حاجه، كان محتاج شويه شغل اقوى من كده. والاغنيه مكرره جدا، وانا سمعت زيها قبل كده لمطربين كتير مش حماقي بس، يعني نفس النوع ده اتهرينا منه بقالنا كتير قوي من مطربين كتير. قولوا لكم في الكومنتات تحت، عرفوا الاغنيه كانت عاجباكم ولا ما كانتش قد كده، وشايفين دي اغنيه تليق بمحمد حماقي ان هي تتحط في البوم رسمي ولا مش قد كده. برضه تقولوا لي رايكم في الكومنتات. ده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد بتشوفني اشترك وفعل زر الجرس واعمل لايك لو الفيديو عجبك، وشير في كل مكان لكل اصحابك قد ما تقدر. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. سلام.